السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أحبابي الكرام. سأتحدث في هذا الفيديو إن شاء الله تعالى عن بعض شيوخنا في بداية الطلب في بلاد السعودية حرسها الله. في تلك الفترة في الثمانينات، في مطلع الثمانينات، أنشئت مدارس 4 مدارس ابتدائية ومدرسة واحدة متوسطة ومدرسة واحدة ثانوية. هذه المدارس معنية بتدريس القرآن الكريم وعلوم القرآن الكريم والعلوم الشرعية، إضافة إلى المناهج التعليمية في السعودية. فكان التعليم فيها مكثف، ولذلك لا يدخلون الطالب إليها إلا بعد اختبار وامتحان، فإن كان متفوقا أدخلوه، وإن لم يكن متفوقا رفضوه. من ميزة هذه المدارس أنها أنشئت برعاية شخصية من خادم الحرمين الشريفين رحمه الله الملك فهد، وعلى نفقته الشخصية، وكان يمنح الطلاب راتبا شهريا على مدار العام. بالنسبة للابتدائية كان يعطيهم 250 ريال، والمتوسطة 500 ريال، والثانوية 600 ريال، لا تنقطع أبدا. وأغلب الطلاب في هذه المدارس كانوا من غير السعوديين، فأمر الملك فهد رحمه الله أن يجلب لهذه المدارس النموذجية النخبة من المدرسين، سواء كانوا من الأزهر أو من جامعة الإمام محمد بن سعود أو من الجامعة الإسلامية. والتقينا في هذه المدارس بكوكبة من العلماء، سأذكر بعضهم إن شاء الله تتابعا، ولكني سأذكر في هذا الفيديو أحد أبرز الشخصيات الذين تأثرت بهم، وهو فضيلة الشيخ رحمه الله حسين الحربي. هذا الرجل سبحان الله كان كأنه قرآن يمشي، أدب رفيع، أخلاق عالية، تواضع، رحمة، شفقة، حرص على تعليم الطلاب التوحيد وتعليمهم الشرك لكي يعرفوا، لأنه من لم يعرف الشرك لم يعرف الإسلام. هذا الرجل كان، لمن يعرف جدة، بيته في بريمان، والمدرسة كانت في تقاطع في شارع التحلية، تقاطع شارع المدينة الجديد، فمسافة كبيرة جدا. ومع هذا كان يصلي الفجر ثم يهب إلى المدرسة كي يلقي درسا لتلامذته الكبار في رياض الصالحين. واستمر على هذا الدرس الذي قبل الدوام، استمر عليه رحمه الله إلى أن فارق الدنيا. الشخصية الأخرى الذي تأثرت به كثيرا الشيخ فيصل القرشي. طبعا الشيخ حسين الحربي هو خريج الجامعة الإسلامية، الشيخ فيصل القرشي هو خريج جامعة الإمام محمد بن سعود. هذا الرجل كان عجيبا، يعني درست عنده كتاب التوحيد، ودرست عنده الواسطية، وبعض يعني كتابات شيخ الإسلام ومقالات شيخ الإسلام وفتاوى شيخ الإسلام. وهذا الرجل كان أيضا كأنه قرآن يمشي على الأرض، تواضع، أدب، أخلاق، رحمة، شفقة، زهد. الشيء العجيب أنه كان عندما يشرح في كتاب التوحيد كانت دموعه تنهمر على خديه. على هذه الحالة 5 سنوات حتى انتهت الدراسة بالنسبة لي، وغادرت إلى بلاد اليمن. كان رجلا عجيبا جدا، وأثر في نفسي كثيرا، لأن الرجل كان من تعظيمه لله سبحانه وتعالى عندما يتكلم في هذه النصوص ويذكرها تنهمر عيناه، ينهمر دمع عينيه. فرحمة الله عليه أمثال هؤلاء جلبوا إلى هذه المدارس بفضل الله، ثم بفضل الملك الراحل رحمه الله الملك فهد. فهذه ديون يا إخوة لا نستطيع قضاءها، ولكننا ندعو له وندعو لهم، لعل الله سبحانه وتعالى
أن يوفقنا لكي نفيهم حقهم. تحياتي لكم واحترامي